قصة الأمانة المفقودة، سر السعادة الحقيقية للأطفال في عالم مليء بالمغريات والمواقف اليومية التي تختبر قيمنا. تبقى الأمانة من أعظم الفضائل التي تزين الإنسان وتجعله محبوباً بين الناس ومقرباً من الله. إنها الخلق الذي يبني الثقة ويرسخ روح التعاون والإخلاص. في هذه القصة التربوية الشيقة سنتعرف على طفل صغير يدعى عمر، واجه اختباراً صعباً جعله يتعلم درساً عظيماً عن الأمانة. قصة الأمانة المفقودة سر السعادة الحقيقية ليست مجرد حكاية، بل درس حياتي يغرس في قلوب الأطفال قيمة عظيمة يحتاجها كل مجتمع. عمر والدرهم اللامع. في صباح مشرق من أيام الربيع خرج عمر الصغير من بيته وهو يحمل حقيبته المدرسية وابتسامة عريضة. كان يحب الذهاب إلى المدرسة لأنه يتعلم فيها كل يوم شيئاً جديداً. وبينما كان يسير في طريقه المعتاد لفت انتباهه شيء يلمع على الأرض بين الأعشاب. اقترب عمر بحذر فوجد درهماً فضياً جديداً يلمع تحت ضوء الشمس. رفعه بيده وهو ينظر إليه بإعجاب. قال في نفسه: يا له من درهم جميل، ربما أشتري به قطعة حلوى أو قلماً جديداً. لكن قلبه الصغير بدأ يحدثه: يا عمر، ربما هذا الدرهم ليس لك، وربما صاحبه يبحث عنه الآن بحزن. توقف عمر قليلاً يفكر، ثم قرر أن يحتفظ به حتى يصل إلى المدرسة، عله يجد من فقده. المدرسة والاختبار الأول. دخل عمر المدرسة وهو ما يزال يحمل الدرهم في جيبه. كانت الأفكار تتصارع في ذهنه: هل يخبر المعلمة أم يحتفظ به حتى يعرف صاحبه؟ بعد أن جلست الصفوف في هدوء دخلت المعلمة سلمى بابتسامتها الدافئة. ألقت التحية على التلاميذ ثم قالت: أبنائي، اليوم سنتحدث عن قيمة عظيمة من قيم الإسلام، إنها الأمانة. رفع عمر حاجبيه دهشة كأن الدرس موجه إليه مباشرة. بدأت المعلمة تحكي لهم قصة قصيرة عن رجل أمين حفظ مال صديقه رغم غيابه الطويل. ثم سألت التلاميذ: من منكم يمكنه أن يخبرني ماذا تعني الأمانة؟ رفع عمر يده وقال بخجل: هي أن نحافظ على ما ليس لنا وأن نعيده لصاحبه عندما نجده. ابتسمت المعلمة وقالت: أحسنت يا عمر، كلامك صحيح تماماً. ازدادت دقات قلبه وشعر أن هذا الدرس رسالة موجهة له من الله. صراع في القلب الصغير. بعد انتهاء الدرس جلس عمر في الساحة يفكر. كان الدرهم في جيبه كأنه يزن جبلاً. قال في نفسه: إنه مجرد درهم واحد، لا أحد سيعرف أني وجدته، لكن الله يعلم. كانت هذه الفكرة كافية لتجعله يتخذ قراره. ذهب إلى مكتب المعلمة سلمى وقال بصوت هادئ: يا معلمتي، وجدت هذا الدرهم في طريقي إلى المدرسة ولا أعرف صاحبه. نظرت إليه المعلمة بإعجاب وقالت: ما شاء الله يا عمر، أنت مثال للأمانة والصدق. سنضعه في صندوق المفقودات حتى يأتي صاحبه. أحس عمر بسعادة لم يشعر بها من قبل. كان قلبه خفيفاً كريشة وكأن نوراً بداخله يضيء أكثر فأكثر. صاحب الدرهم يظهر. في اليوم التالي جاء أحد أولياء الأمور إلى المدرسة وهو يبدو قلقاً. كان يبحث عن شيء فقده في الطريق. اقترب من المعلمة وقال: يا أستاذة، فقد ابني درهماً كان يحتفظ به لشراء هدية لأخته الصغيرة. ابتسمت المعلمة وقالت: لا تقلق، لدينا درهم وجده أحد طلابنا الأمناء. نادت على عمر وقالت له: يا عمر، هذا هو صاحب الدرهم. تقدم عمر بخطوات صغيرة ومد يده بالدرهم نحو الرجل. نظر الرجل إلى الطفل بإعجاب وقال: بارك الله فيك يا بني، لقد أثبت أنك ولد أمين، وستكون بإذن الله رجلاً صالحاً في المستقبل. ثم أخرج من جيبه قطعة حلوى وأعطاها لعمر مكافأة له، لكنه رفض وقال: شكراً يا عمي، يكفيني أني فعلت ما يرضي الله. ابتسم الجميع وعمت السعادة المكان. الدرس الذي لا ينسى. بعد أيام قررت المعلمة أن تحكي قصة عمر أمام جميع الطلاب في الطابور الصباحي. قالت لهم: يا أبنائي، الأمانة ليست فقط في المال، بل في كل شيء، في كلامنا، في واجباتنا، في أسرار أصدقائنا، وفي حفظ ما يؤتمن عليه الإنسان. ثم التفتت إلى عمر وقالت: لقد ضرب عمر مثالاً رائعاً في الأمانة، علينا جميعاً أن نتعلم منه. صفق الطلاب بحرارة وأصبح عمر محبوباً بين زملائه أكثر من قبل. الأمانة في حياة عمر اليومية. منذ ذلك اليوم تغير عمر كثيراً. صار يحرص على الأمانة في كل تصرفاته. كان يعيد الأقلام التي يستعيرها من أصدقائه في الوقت المحدد. لا ينسخ واجبات غيره، بل يجتهد في أداء عمله بنفسه. إذا أخطأ يعترف بخطئه بشجاعة دون أن يبرر أو يختبئ وراء الأكاذيب. كانت والدته فخورة به، وكانت تقول دائماً: من كان أميناً في صغره سيكون صادقاً في كبره.
الأمانة في الإسلام رسالة من القلب. في أحد دروس التربية الإسلامية قرأت المعلمة على التلاميذ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. شرحت لهم أن الأمانة ليست مجرد سلوك اجتماعي، بل عبادة عظيمة تقرب العبد من الله، وأن المسلم الحق يعرف بصدقه وأمانته. كان عمر يستمع بكل انتباه، وشعر بالفخر لأنه طبق ما تعلمه دون أن يدري. جائزة الأمانة. في نهاية العام الدراسي أعلنت المدرسة عن جائزة الطالب المثالي في الأخلاق، وعندما ذكرت المديرة اسم الفائز قالت بصوت عال: الفائز لهذا العام هو الطالب عمرو بن خالد، لما أظهره من أمانة وصدق في التعامل. صفق الطلاب بحرارة، ووقف عمر بخجل على المنصة يتسلم جائزته وسط فرحة أصدقائه ومعلميه. لم تكن الجائزة مجرد شهادة، بل كانت تأكيداً أن الأمانة طريق النجاح والسعادة. الأمانة سر السعادة الحقيقية. مرت الأيام وكبر عمر وهو يحمل الأمانة في قلبه، كما يحمل الإنسان كنزاً ثميناً. لقد تعلم أن السعادة لا تشترى بالمال، بل تزرع في القلب عندما نكون صادقين وأمناء. فالأمانة ليست فقط في الأشياء المادية، بل في الكلمة، في العمل، في العلاقة مع الآخرين ومع الله أولاً. إنها نور يضيء حياة الإنسان، وباب من أبواب الثقة والمحبة بين الناس. ولذلك يا أحبائي، تذكروا دائماً أن من يحافظ على الأمانة يحافظ على قلبه من الظلمة، ويزرع في دنياه البركة وفي آخرته الجنة.